امرأة في عمران. عمران هي عبارة عن محافظة تبعد عن صنعاء مسافة 45 كيلو. هذه المرأة ولدت وأصابها مرض غريب، مرض نادر يصيب النفساء، أنها فقدت الذاكرة كليا. أهلها اللي حولها ما يدرون وش موضوع وش قصتها، يكلمونها ما ترد عليهم، يسولفون معها، المرأة متغيرة. في يوم من الأيام بعدها بيومين ثلاثة يدورونها ما لقوها. أثر المرأة طلعت ولا حد درى عنها، ما حد شافها، تمشي لين أبعدت وجت على طريق الناس الرايح الصنعاء. ورا هذا راعي الحافلة مر من عندها ولمحها وقال هذه شكلها تبي صنعاء. قال يا أختي أنت وين تبين؟ ما ردت عليه. فتحت الباب وركبت. مش هالرجال. يوم وصلوا عند المواقف بصنعاء نزلوا كل العالم، هي جالسة بالسيارة. فتح لها الباب قال يا أختي ورا ما تنزلين. تناظر فيه ولا ترد. خطر على باله جمعية الإصلاح الاجتماعي. قال أنا مالي إلا وديها للجمعية، غادي عندهم حل. أخذها وداها لجمعية الإصلاح. دخل عليهم السلام عليكم السلام يا جماعة الخير، هذه مرة لقيتها بالطريق والمرأة ما ترد ولا تتكلم ولا شيء. خذوها ودخلوها عندهم ودوها القسم الحريم. على الطرف الآخر أهلها هناك دوروا ما لقوا. أبعدوا شوي دوروا لقوا بعض ملابسها وبعض الأشياء طايحة منها. وش راح بذهنهم؟ إن المرأة ذي وكلت. استعوضوا والله وانتشر الخبر إن المرأة ذي توفت، تزوج زوجها وخلاص. المرأة هناك الجماعة احتووها. بعد 4 سنين رجعت لها الذاكرة، تسولف معهم تقول لهم يا جماعة أنا وش جابني لهالمكان؟ أنت كنتي وفهموها. دخلت على رئيس الجمعية وقالت له، قالت إني أنا أبي أرجع لأهلي وأرجع لجماعتي. قال أنت من وين؟ قالت أنا من عمران من القرية الفلانية. قال وش اسم زوجك؟ قالت فلان الفلاني. يوم عدت الأمور ذي كلها الرجال تواصل مع ناس من عمران، نبي إذا تجيبون لنا رقم فلان الفلاني. جابوا رقم زوجها، اتصلت عليه السلام عليكم وعليكم السلام. الأخ فلان قال نعم شلونك طيب؟ أنا حميد زياد من جمعية الإصلاح الاجتماعي. وبدأ يسأله أنت وش تشتغل؟ أنا مزارع، أنا حالتي ضعيفة، زوجتي الأولى الله يرحمها. قال طيب وزوجتك وش اسمها الأولى؟ قال اسمها فلانة. قال طيب وإذا قلت لك إن زوجتك قدامي هالحين؟ يا ابن الحلال اذكر الله. قال والله إنها قدامي هالحين حية، تبي تسمع صوتها؟ قال لا تفجعني، صحيح لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال حنا بإذن الله بكرة نبي نجيبها لكم برسم الخدمة. أطلق الخبر في القرية والناس مصدومين. يوم وصلوا راح تنزل من السيارة اللي يغمى عليه من جماعتها، واللي تصيح، واللي تضحك مستبشرة، واللي وما غير تحضن فيهم وتلقاهم وتسلم عليهم. يا جماعة الخير امرأة ما معها عقل، الله سبحانه وتعالى دبر أمرها وأخذها يعالجها في صنعاء ويرجعها سبحانه وتعالى. فالله قادر على تدبير أمور الناس كلهم والمخالق كلهم، فتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى.